مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار على نيكست نيوز، حيث نوافيكم بآخر المستجدات والأحداث لحظة بلحظة بكل دقة وموضوعية. إليكم التفاصيل. المغرب يقترب من امتلاك طائرات F-35 ليصبح أول بلد عربي وإفريقي يتسلم المقاتلة الشبحية. يواصل المغرب تعزيز قدراته العسكرية بخطى ثابتة في إطار سياسة التحديث الشامل للقوات المسلحة الملكية، حيث دخلت مفاوضاته مع الولايات المتحدة الأمريكية مراحل متقدمة لاقتناء 32 مقاتلة من طراز F-35A. هذه الصفقة التي قد تصل قيمتها إلى 17 مليار دولار وتمتد على مدى 45 عاماً لن تشمل فقط شراء الطائرات، بل كذلك صيانتها وتوفير منظومات الدعم اللوجستي والتدريب المستمر للأطقم. قفزة نوعية في تاريخ سلاح الجو المغربي. منذ عقود اعتمد المغرب بشكل أساسي على مقاتلات F-5 الأمريكية وميراج F-1 الفرنسي، تجعل من سلاح الجو المغربي قوة ضاربة في شمال أفريقيا والبحر المتوسط، خاصة وأن المقاتلة الشبحية تمنح قدرات غير مسبوقة في مجال التخفي، الاستطلاع وتدمير الأهداف بدقة عالية. التوازن العسكري في شمال أفريقيا. على الصعيد الإقليمي، يرى محللون أن امتلاك المغرب لمقاتلات F-35 سيحدث تحولاً في ميزان القوة مع الجزائر التي تعتبر المنافس العسكري التقليدي للرباط. الجزائر بدورها تسعى لتعزيز أسطولها عبر التوجه نحو المقاتلات الروسية Su-57، غير أن هذه الأخيرة ما تزال في مراحل التطوير ولم تصل إلى مستويات الانتشار الواسع أو الاعتمادية الكاملة، وبذلك فإن حصول المغرب على F-35 سيمنحه تفوقاً استراتيجياً واضحاً في السماء المنطقة، ويعزز من قدرته على حماية حدود الأمريكية. F-35 ليست مجرد طائرة حربية، بل هي منظومة قتالية متكاملة، فهي تجمع بين قدرات التخفي التي تجعل من الصعب رصدها على الرادارات التقليدية وأنظمة الحرب الإلكترونية المتطورة ورادارات EESA القادرة على تتبع أهداف متعددة في آن واحد. إضافة إلى ذلك، تتميز المقاتلة بقدرتها على دمج المعلومات من مختلف أجهزة الاستشعار لتمطر الطيار صورة شاملة عن ميدان المعركة، ما يزيد من فعالية العمليات القتالية ودقة الضربات الجوية. كما أن هذه الطائرة صممت لتكون متعددة المهام، من السيطرة على الأجواء إلى الهجوم الأرضي، وصولاً إلى مهام الاستطلاع الإلكتروني والاستخباراتي. تداعيات إقليمية ودولية. يرى خبراء أن إدخال طائرات F-35 إلى شمال أفريقيا خية سيكون لها ما بعدها على الصعيدين العسكري والجيوسياسي. ختام نشرتنا لهذا اليوم، شكراً لكم على حسن المتابعة. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.